أطلقت إدارة نادي الاتحاد السعودي عرضا محليا من أجل إعارة أحمد الغامدي نجم الفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري. وكشفت المصادر أن إدارة الرياض خاطبت نظيرتها في الاتحاد من أجل كسب خدمات أحمد الغامدي على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم. وأضافت المصادر أن إدارة الرياض تنتظر حاليا رد الاتحاد على عرض استعارة أحمد الغامدي في الميركاتو الشتوي. جدير بالذكر أن نادي الاتحاد ضم الغامدي من نادي الاتفاق على سبيل الإعارة في يناير 2024، وبعدها تم شراء عقد اللاعب ليكون اتحاديا بشكل نهائي في الصيف الماضي. ويغيب الغامدي عن خطط المدرب الفرنسي لوران بلان في الاتحاد، فقد شارك في 4 مباريات فقط هذا الموسم بواقع 83 دقيقة لعب موزعة على مباراتين في دوري روشن وأخرتين بكأس الملك. ويجيد أحمد الغامدي صاحب 23 عاما في مركزي الجناح الأيسر والوسط الهجومي، ويمتد عقده الحالي مع نادي الاتحاد حتى عام 2027. من جهة أخرى زعمت تقارير صحفية أن نادي انتر ميلان الإيطالي يفكر في استخدام السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي إلى صفوفه في الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن هناك أنباء تتردد عن اهتمام انتر ميلان بالحصول على خدمات نجم ليفربول السابق ماني. ولفتت الصحيفة ذاتها إلى أن ساديو ماني يجد نفسه أمام فرصة للعودة إلى أوروبا مجددا حال تقديم انتر ميلان عرض رسمي من أجله إلى النصر. تشير التقارير إلى أن نادي انتر ميلان بصدد تقديم عرض ملموس من أجل استقطاب ماني إلى صفوفه لتدعيم خط الهجوم في النيراتزوري. وكان ساديو ماني قد انضم للعب في صفوف النصر خلال صيف 2023، ويمتد عقده الحالي مع النادي العاصمي حتى 30 من يونيو 2026. وخاض ساديو ماني صاحب 32 عاما 71 مباراة مع فريق النصر في كافة البطولات منذ قدومه، وسجل 26 هدفا وصنع 17 تمريرة حاسمة، وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي للإحصائيات. وعلى صعيد آخر قرر نادي ريال مدريد الرد على أنباء الاجتماع الذي دار بين النادي الأهلي السعودي ورئيس النادي فلورنتينو بيريز في جدة من أجل بحث انتقال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي إلى دوري روشن. وقال خوان كاميلو المتحدث الإعلامي بنادي ريال مدريد في تصريحات صحفية أنه ليس لدى النادي أي فكرة بشأن الأنباء المتداولة حول اجتماع جدة المزمع إقامته على هامش حضور الريال للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي اتفق عليه تييغو فيرتاس أحد مسؤولي وكالة اللاعب، قائلا أن الوكالة لم تسمع أي شيء حول ذلك ولم يتحدث أحد معهم حول جلسة السعودية. وانتقل فينيسيوس صاحب 24 عاما إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامينغو البرازيلي، فيما بات أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، حيث لعب دورا بارزا في قيادة الملكي للتتويج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ثم اختتم العام الماضي بالفوز بلقب كأس القارات للأندية انتركونتيننتال 2024، كما فاز بجائزة ذا بيست كأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ويرتبط فينيسيوس بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، فيما شارك البرازيلي في 25 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 10 تمريرات حاسمة. وارتبط اسم فينيسيوس بوجود رغبة من النادي الأهلي السعودي في التعاقد معه في صفقة قد تصل إلى مليار يورو خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات، كما سيكون واجهة للمملكة في بطولة كأس العالم 2034.